هذا اليمني نزل برسالة لأجل يوقف حكم الإعدام على شخص محكوم عليه رسالة عشوائية ما تعرفوا ونحن نزلتوا لأجل ايش؟ لأجل نوقف حكم الإعدام ونوصل أولياء الدم. هذه رسالة عشوائية والله عشوائية. هذا الذي حرك الله. هنا منبع الرجالة، هنا منبع الأصالة، أصل العرب من يافع. لن تفرقنا المواقف ابدا، تجمعنا المواقف. هذا اللي حرك احنا هذا من يافع واحنا من البيضاء ومن ارحب ومن ردع. يا عارف تحت الرسالة ركزوا تحت الرسالة. يقول لك انا محبوس واعدامي بعد 14 يوم. انا وصلتك اجمع مشايخ وسيروا وصلوا عشان يتنازلوا. هذا الشخص رد رسالة على المحبوس قال له وين انت؟ قال له في سجن اسمي وليد عبده الجنبي في الامام. منك خير في امل اشرح لك بقيه التفاصيل. قال والله انا في ردع انت بعيد عني. الخبره هذا ما نزلنا من احنا يجي 5 سياره. لبيتوني رساله ايوه ما نعرف احنا رسالات دهنا عشوائي. واحنا هذا من يافع واحنا من البيضاء ومن ارحب ومن ردع. يافع هذا يافع. ايوه من الشالي وهذا من البيضاء ومن ارحب ومنه. لبيتوا برسالة. لبينا برسالة. ما تعرفوا. ونحن نزلتوا لأجل ايش؟ لأجل نوقف حكم الإعدام ونوصل أولياء الدم وتنازلوا هذا المسلم. يا أخي عنده 7 جهات. شفت اليمني من هو؟ أنا من أقول لكم اليمني هذا هو اليمني. هذا اليمني نزل برسالة لأجل يوقف حكم الإعدام على شخص محكوم عليه رسالة عشوائية. والله حتى أخذوا 5 أيام ما يعرفوا. هذول تعال هذول الذين نزلوا. هذا واحد شوفوا اسد انا من فين الاخ؟ من محافظة اسد. من محافظة هذا من اصحاب يافع صلى الله عليه وسلم. هذا من يافع رسالة. انا دحين ليش انا صورت الفيديو هذا؟ انا يعني منصدم. هذول انقرضوا في العالم، اما في اليمن موجودين. والشيء اخواننا في مشايخ ولا مسائل ولا شيء نقول هذا القضيه ما عاد يعرفوا احنا وصلنا محاكمين وقبل الحكم ونشي من امر الجواب ما هو مقطوع علينا. شوف انا والله ما انا عارف ايش القصه ولا ايش القضيه ولا انا داري بحاجه، بس اثر بي الموقف. تعال وهذا من الذين استجابوا. والله ونعم بك. انا الاخ عرفنا عبد محمد الشالي حياك وفوق رساله عشوائيه. والله رساله عشوائيه. والله عشوائيه. هذا الذي حرك الله. الذي حرك الله تعالى احبك اما تعالوا احبكم. هذا من القتال. والله انجاز. والله ونعم بكم. تعال. ما هو يشبه ابو حنظله يا رجال. ما يشبه ابو حنظله يعني من كل بقعه تحركوا. وهذا الاخ معاهم من الذي لبوا الرساله العشوائيه من يافع. لن تفرقنا المواقف ابدا، تجمعنا المواقف. هذا ايش اسمك؟ ياسين اليافعي. والاخ يافعي يعني 3 يافعي. الله اكبر. الله اكبر. اقسم بالله ان انا سمعت بالكلام هذا اني سلمت شعب مسكين. قلت لكم بقى هنا منبع الرجاله، هنا منبع الاصاله، اصل العرب الذي ما يفكوه وقت الشدائد وقت المواقف الصعبه. هذا هو اليماني، هذا هو اليافعي، هذا بن سبا، هذا بن حمير، هذا بن تبع، هذا بن سام بن نوح. الله دركم. هذا الشخص الاشهري وينه؟ تعال يا شهري. وهذا ابن الشهاري صلاح الشهاري من ضمن الرساله العشوائيه الذي استجابوا. مسجوني تعال رساله عشوائيه. خالدوني باقي على الاعدام 14 يوم والتموا له من كل مكان لا يعرفون ولا يسرقون. والاخ من الرساله العشوائيه. الله دركم. الله ونعم. باليمن هنا فقط هم من لبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة وآمنوا برسالته، وها هو الآن برسالة عشوائية يلبون نداء الأخوة ونداء الدم ونداء الوطن ونداء الحب ونداء المواقف ونداء الرجولية. نداء الرجولة هنا لكي يوقفوا حكم الإعدام على شخص لم يعرفوه، إنما لبوا النداء برسالة. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الإيمان يماني والحكمة يمانية. هنا لبوا الرسالة من جميع المحافظات وجميع المدن وجميع الفئات إلى هنا. اشتركوا بالقناة لكي تطلعوا على التفاصيل الجديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.